مفيش حاجه اسرار في الكوره دلوقتي، احنا في عصر الفضائيات وعصر السماوات المفتوحه. النهارده انت يعني حافظ على فرقتك معنويا وفنيا وبدنيا، وبعد كده هي في حاجه اسمها حاله اليوم. حاله اليوم للعيب ده ايه؟ وفوق كل ده عنصر التوفيق، وما توفيقه الا بالله عز وجل. حاله اللعب مهما كان، والله لو هو ايه مش موفق، مش هتكسب. لكن يعني اعمل لبكره. انت دلوقتي اذاعه الماتشات، انت جاي لك فرصه انك تذيع الماتشات، ما تذيعها. ف هنتكلم بالمناسبه موضوع دوري المحترفين كمان اللي هو لسه منطلق بقالوش يومين، وكانت انطلاقه قويه جدا جدا للغايه، وشهدت غزاره تهديفيه واثاره ومتعه. على فكره ما فيش ماتش اتذاع منهم، يعني 9 ماتشات ما اتذاعش منهم مباراه، مش عارف ايه السبب يعني. نتمنى ان هو الماتشات تتذاع بعد كده، ويبقى فيه اهتمام اكتر. نتائج دوري المحترفين اللي انتهت اليومين اللي فاتوا، ماليه كفر الزيات تعادل مع بروكسي 1-1. سكه الحديد 0-0 مع الترسانة. الانتاج فاز على رايه 2-0. الداخليه على ديروت 2-0. القناه مع وي 2-2. وابو قير مع المنصوره 3-0، وهي نفس النتيجه بتاعه السنه اللي فاتت على فكره، افتتاح الموسم. اسوان والبلديه 2-2. طنطا والبترول 1-1. ومسار خسر، الفريق الوحيد اللي خسر على ملعبه 2-3. 24 هدف حصيله الدوري الجوله الاولى، منها 8 في الشوط الاول و11 16 في الشوط الثاني. 4 فوز و5 تعادلات. الحقيقه طبعا اكبر نتيجه يا ابو قير على المنصوره 3-0. اول هدف كان نيران صديقه في مرمى بروكسي. اول هدف من ركله الجزاء محمد الشبين لاعب القناه. اول حاله طرد لاعب الماليه، ثم 4 حالات طرد من 5 حالات الترسانة والمنصوره والبلديه وديروت. افضل مباراه كانت مسار ولافينا ريمونتادا، يعني لافينا الاول كان كسبان 2-0، بعدين اتعادل 2-2، وبعدين تسجل في الوقت بدل الضايع. افضل حكم هو حكم هذه المباراه محمد عبد العليم، وافضل مدرب حسن موسى المدير الفني للافينا، الوحيد اللي فاز خارج ملعبه. فيعني في احنا شايفين على الشاشه اهوت نتائج المباريات اللي حصلت في الجوله الاولى. ده بيبين كمان تاريخيا ان ابو قير عقده المنصوره ما بتكسبش ابو قير خالص، والبترول عقده طنطا برضو ما بيكسبش البترول على مدار تاريخهم. على فكره انا بتكلم على مدار التاريخ. المباريات كانت مهمه جدا، وكان فيها غزاره تهديفيه زي ما قلت 24 هدف، والاول مره ال 24 هدف يسجلهم 24 لاعب. في كل افتتاحات الدوريات اللي قبل كده، المواسم اللي قبل كده، كانوا ممكن لعيب يسجل هدفين، ممكن لعيب يسجل هاتريك، لكن الموسم ده بالذات افتتاحيه صعبه جدا بصراحه، يعني ان كل اللعيبه لعيب واحد بس يسجل في هدف. حاجه غريبه برضو تانية عايز اتكلم فيها، ان المحافظات اللي مشاركه في الدوري ده 11 محافظه فقط من 27 محافظه، وده يقول لنا يعني ان فين المنيا وفين سوهاج وفين الفيوم وفين الوادي الجديد ويعني محافظات كتير قوي، فين سينا وفين مطروح. فدي طبعا برضو نتمنى ان المحافظات دي يكونوا لهم نصيب من المشاركه الفعليه في هذا الدوري بالذات، لانه هو تحت الدوري الممتاز على طول اللي هو بيكتشف مواهب عديده يعني.